فريق جيرونا على اليمين بالاحمر وفريق ريال سوسيداد بزيه البديل الزي الذهبي على اليسار في هذه الليله. مشاهدينا نتمنى ان كمان مباريات سابقه 6 تعادل. مشاهدينا فريق جيرونا طبعا زي ما قلت خارج بالفوز على بلباو، لكن ريال سوسيداد بقى خارج من تعادل مع اتلتيكو مدريد. واولى مره ثانيه هجمه عرضيه خطيره، جول خطيره، فرصه جول. ولسه بقول لحضراتكم جيرونا ضاغط فريق ريال سوسيداد في نص ملعبه بشكل كبير جدا. 21 وكرياتشي صاحب القميص 18. كرة عرضية تاني من راو، واحدة كان سهل جدا يسجل فريق ريال سوسيداد. كرة طب 5-3 مرة و5-0 لصالح فريق ريال سوسيداد. ريال سوسيداد العظيم وجيرونا ايضا العظيم. تطول الكرة على اوسكارسون لاعب طبعا صاحب القميص رقم 9 لاعب فريق ريال سوسيداد. المحاولات في الامام، وهذا تصويب جرونفيلد يعدي عرضيه خطيره 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 خطيره، لكن تعدي الكرة. فرصه حلوه جدا ولكن تمر الكرة من امام الاقدام وبسهوله جدا. ما زال فريق جيرونا يسعى ولكن ما زال ايضا يحتاج فريق ريال سوسيداد. مره ثانيه الكرة من سوبيلديا اداء لاعبي فريق ريال سوسيداد والاماميه لفريق ريال سوسيداد. تحضير مرة ثانية إلى جوميز. دانجوما لاعب قوي بدنيا، معار من فياريال. حول كرة عرضية على الطاير. هجمة سيرجيو جوميز ينطلق في الجبهة اليسرى. 30 مقابل 4 محاولات لفريق ريال سوسيداد وانطلاقه اماميه. فرصه جول لا صفاقه. اويار سابال تتحضر الكره الى برايس مينديز. تمريره في الامام طويله، تغطيه دفاعيه جيده جدا جدا جدا. اعطى انذار للاعب رقم 4 ارنو مارتينيز الكابتن والقائد اللاعب مارتينيز. سويبا محاولة كده لكن على الطاير، تترد الهجمة مرة ثانية. يعني الهجمة والكرة العرضية وضربة الرأس ولكن تغطية دفاعية من لاعبي فريق ريال سوسيداد. وبالتالي المحاولات لكن في فاول في منطقة، في تسلل كمان في منطقة الجزاء. ضربة حرة غير مباشرة. ضربة ركنية لفريق ريال سوسيداد. عرضية خطيرة اويار سابال ضربة الرأس ولكن الدفاع يتألق ويتجمل. الدفاع حلو قوي الدفاع، لسه بقول الدفاع الذهبي. دفاع فريق ريال سوسيداد يتألق ولكن تترد إلى سوبيلتي إلى نايف أجرد. ما زالت المباراة فيها كلام. أداء مختلف تماما فريق جيرونا. غيرات طبعا كان بيبدا ايضا بدانجوما نفس الكلام، لكن كان بيلعب برقم 9 رويز. وانا فرصه جول ولسه بقول لحضراتكم اويار سابال مختفي تماما في المباراه وبيرد عليا بقوه وبضربه راس يسجل بطاقه التقدم لريال سوسيداد. اويار سابال اول اهداف هذا الموسم لهذا اللاعب المخضرم، يسجل اول اهدافه. ضربه البدايه ثاني على انطلاقه من فريق جيرونا. اللحظات الاخيره مشاهدينا في شوط اويار سابال مره ثانيه ينطلق اويار سابال. فرصه جول ثاني نفس الكلام على فاز طبعا على فريق، وطبعا زي ما قلنا في 2020 19-20 من نادي ريال ساراكوستا. نادي حرة مباشرة للضيف المتقدم. تصويبه لكن الحارس يطال. مدينة سان سابستيان رمي التماس لصالح فريق ريال سوسيداد. الأفضل
لكن يعني رابع سادس كلها مواسم متميزه، لكن هذا الموسم يا جماعه. في اليسار مره ثانيه كره وتحضير نايف عجرت توا جيرونا اللي كان الموسم الماضي في ثوب الكبار وتصدر الدوري فتره يا جماعه الى بارانيتشيا يلعب الكره العرضيه بارانيتشيا، ولكن تعدي وضربه مرمى. هوير سابال وتطول الكره بره من نايف عجرت امامنا هو لاعب برايس مينديس. هجمه في اليسار الماني ميسي هوي الهولندي ونزول المخضرم اسطواني ومحاولات الضغط وايه ماذا يقول حكم المباراه؟ ماذا يقول حكم اللقاء؟ احتسب ضربه جزاء ولا احتسب ضربه مرمى؟ الكره العرضيه اتعملت اماميه جميله من باراناتشيا يلعب العرضيه خطيره ولكن شارك في دوري ابطال اوروبا. الجمعيه من بعيد جاي يتسلل من بعيد بدون ان يشعر به احد. هذا الموسم خلاص اتحفظ، كان لازم. هجمه محاول ميسي هوي مره ثانيه انطلاقه لمارتين ولكن تطول الكره من مارتين. هوير سابال يعود الكره مره ثانيه الى نايف عجرت. مرة ثانية محاولات وتمريرات وتحضيرات في مدينة سان سابستيان في إقليم الباسك. جيرونا النادي التابع لإقليم كاتالونيا. سوبوميندي بيعود ثاني النادي. مباراة يعني مباراة ودية، مباراة في متناول الجميع. الضغط ما زالت المحاولات عشوائية. جازانيجا تمريرة أمامية طويلة من جازانيجا، محاولة كرة في الأمام طويلة عرضية يشارك عبد الصمد الزلزولي عبد الصمد الزلزولي وسط تحية كبيرة جدا من قبل جماهير ساسونا لأنه عبد الصمد تياغو يورينتي لاستقبال الكرة. عبد الصمد الزلزولي يحاول الزلزولي، السرعة من الزلزولي، القوة من الزلزولي في إطالة الكرة الماء. الزلزولي يعيش في فترة ممتازة. عبد الصمد الزلزولي لمسة إلى الأمام، استقبال أول لإيكار لونسادو، يعود بدورة لعبد الصمد. الدفعة اللي كانت حاضرة في اللقطة الماضية، عبد الصمد في لمسة أولى الزلزولي، لعبة إلى الأمام من عن الهدف بحثا عن هدف ثاني. بارترا يا سلام 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 على كرة ماضية وعلى محاولة وعلى فرصة يأتي من خلال هدف ثاني. بيتيس يضع نفسه في المقدمة من جديد. هدف التاسع من خلال هذه المباراة نادي ريال بيتيس. كرة تصل جواو تشيمي افيلا باتجاه عبد الصمد. زلزولي يحاول، زلزولي يتقدم، زلزولي راح، زلزولي مر، زلزولي من الطرف الايسر، زلزولي ومن ثم ابعاد، يريد ان يلعب الكل في الخط الامامي. لمسه الى الامام عاليه راسيه ومتابعه. يضيف 3 دقائق ل4 دقائق بسبب توقف اللعب وبسبب العوده لتقنيه الفار. هذا الزلزولي بيتيس متماسك لكن هنا ممكن للتعادل. تسديده من بودامير وكان متسلل. تماسك دفاع نادي بيتيس. هنا محاولة تشيمي افيلا كرة الزلزولي. نادي اوساسونا يتسابق مع الوقت. سيرخيو هيريرا أريج نادي بلد الوليد في نفس هذا الملعب، ملعب السدار. شاشات قنوات بين سبورتس. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيتي.